مساء الخير يا حبايبي، وحشتوني. هنعمل غدا لذيذ النهارده، مكرونه اسباجيتي. اهو الميه غلت، حطينا نص معلقه زيت او معلقه زيت، وحطينا ربعها ملح، وبنسلق المكرونه الاسباجيتي، وبنسلق فرخه قطعناها كل ربع نصين. سلقناها ربع ساعه بس. بعد ما الميه غليت رمينا الفراخ بعد ما غسلينها بالدقيق ومنضفينها والملح، حطيناها ربع ساعة بس يا دوب، او يا دوب 17 دقيقة كده. ملح وفلفل قرفة جنزبيل ورق لوري وبصلة، وطفينا بعد 17 دقيقة علشان هنطلعها نعمل كنتاكي بتتبيلة حلوة بقى وفيجيتار، ونعمل صوص المكرونة بقى حلو جدا. هتشوفوا بقى معانا فراخ طلعناها من الشوربة، وعملنا تتبيلة. عملنا تتبيلة حلوة جدا، بديل الفيجيتار الجاهز. انا امبارح عملت الفيجيتار جاهز وبرضو عليه التتبيلة دي. النهاردة بقسماط، وحطيت ملح وفلفل اسود وحتة قرفة جنزبيل وحتة كزبرة، وقلبتهم وحطيت معاهم دقيق، شوية بقسماط ناعم ودقيق مع بعض، عطوا طعم الفيجيتار جميل جدا. هنعمل اللي مش عايزين بالمشطشط حار، وبعد كده هنحط بقى شوية شطة في الباقي، هيبقى حار جميل جدا. بجربوها. وضربنا البيض، ملح وفلفل اسود، حتة قرفة وحتة جنزبيل، وهنبدأ نحط الفراخ اللي عملناها يا دوب ربع ساعة او 17 دقيقة سلق يا دوب، وهنحط واحدة واحدة وكده. وفي الفيجيتار في البيض وبعدين الفيجيتار. يلا، هي يا دوب ربع سلقة، اقل من نص سلقة، عشان تبقى زي الكنتاكي جميلة جدا بقى. وانزلها في زيت غزير ونحمر، هتبقى كنتاكي بالظبط، والطعم خطير. جربوها. قطعت كده بصلة صغيرة، بحب اقطعها، بتبقى مسكرة وحلو، وبتسكر المكرونة جدا. وقطعت كام فص توم علشان نعمل الصلصة بتاعت الطماطم، بتبقى مسكرة جدا وحلوة، بيحبوها زي العسل، وبتسكر المكرونة جدا. يلا هنصفرهم كده، ونحط سمنة او زبدة لو تحبي. مع الزبدة ممكن تحطي معلقة زيت عشان الزبدة متحروقش. وهنقلبهم لما يصفروا كده حلو، هنبدأ نزودهم بالطماطم. غسلنا طماطم حلوة جدا وقطعناها، وهنضربها في شفشق الخلاط، وبعد ما نحمرها شوية هنزودها. يلا، صفينا المكرونة وشطفناها وصفيناها بمية باردة، وعملنا الكنتاكي. هنشوفه. حطينا السمنة والزيت اهو، هنبدأ نقلب البصلة لما تصفر كده وتبقى لونها ذهبي حلوة. وصفينا المكرونة بتاعتنا اهي وشطفناها وحطيناها في البولة. عملنا الفراخ اهي، عملنا الفيجيتار حار وفيجيتار بارد. الخلطة الفيجيتار اللي انا عملتها بقسماط مطحون ودقيق والتوابل اللي حطيتها زي ما قلت لكم. والحار حطينا شطة على باقي الخلطة، حطينا شطة وكملنا اهي جميلة جدا. وهنبتدي نحمر بقى الفراخ الكنتاكي اهو. شايفين البصلة بتبقى زي السكر، حلوة جدا، وبتبقى مسكرة وريحتها جميلة جميلة تحفة. هنقلب فيها لما تبقى ذهبي كده وجميلة. وغسلنا الطماطم حلوة قوي، قطعناها وضربناها في شفشق الخلاط اهو بقرتين مية كده، وهنجيبها اهو يا حبايبي. وهنزود شفشق الطماطم اهو. هنحط بقى التوابل اللي تحبيها للمكرونة. انا بحط ملح وفلفل اسود، حتة قرفة وحتة جنزبيل، واللي تحبين تكملي عايزة مرق الدجاج حطي واحدة براحتك. جميلة جدا الصلصة، بتجنن حلو قوي. وحطينا معلقة صغيرة سكر عشان الحموضة ما تعملش حموضة. يلا، ملح وفلفل اسود وقرفة وجنزبيل وحلو قوي. وبنحمر هنا الفراخ اهي الاجنحة والصدور اهي، بنحمر لسه اهي. جميلة جدا بالفيجيتار اللي احنا عملناه الجميل.
يلا. وطلعنا الصدور اللي هي من غير شطة، طلعناها، عملناها بالفيجيتار من غير شطة. يلا هنكمل. بتحمر جميلة جدا. انا بحب على فكرة الحوايج بتاعت الفراخ، الاجنحة والرقب والانثى والكبد والحاجات دي اللي باكلها بموت فيها. كل الطيور. يلا نطلع دول ونبدأ نحط بقى ايه، باقي الفراخ. خلاص. ايه جميل جدا، خطير وبيغلي. هنطفي عشان نخلط المكرونة وقت ما نقعد على طول ناكل. يلا طفينا عليه اهو يا حبايبي، شايفين ولا احلى بجد، روعة تحفة. الفراخ بره دلوقتي غالية جدا، المشوية او المعمولة كنتاكي كده حاجة رهيبة، او البروست رهيبة بتعدي. احنا بنعمل لولادنا كل اللي يحبوه، امكانيات في ايدنا. معاكي تجيبي فرخة، معاكي تجيبي اجنحة، المهم حاجات طازة وعارفة مكانها حاجة نظيفة ضمناها. يلا بالهنا والشفا. المكرونة يا حبايبي اهي، المكرونة بتجنن، شايفين؟ وطلع سكر طبعا عشان البصلة والفصين الثوم اللي عملناها، وبالزبدة او السمنة بتجنن اهو. شفتوا الطريقة قدامكم. الطماطم استوت في البصلة والصوص، ودينا ايه خلطناها، حبيت اوريها لكم. يلا بالهنا والشفا، يلا جربوها جميلة جدا. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والشير. كل سنة وانتم طيبين يا حلوين، واعملوا غدا لولادكم حلو. يلا قوموا اعملوا مكرونة كده وفراخ كنتاكي، اجنحة كنتاكي، اي حاجة. يلا سلام. كلها بالفيجيتار بقى، بالكاتشب مايونيز بقى، وطبق سلطة، ويلا وسلام.